هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمد واجمل وحوش خدير في الدنيا كلها؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال وناس جميلة في حياتكم. بإذن الله هنبدأ مع بعض رحلة ممتعة جدا، مثيرة جدا، رائعة جدا في عالم الفارما، مع محطة أنا عايز أقول عليها مملكة لوحدها وفي منتهى الأهمية، ألا وهي الأنستيزيا فارماكولوجي. هو ده الكور بتاع علم التخدير، لأن أنت لو مش عارف تستخدم الأنستيزيا فارما صح فأنت خسران كتير جدا، في حين إن أنت لو استخدمتها صح كأنك ماسك عصا سحرية بتعمل بيها البدع. ولكن في نفس الوقت رغم التحديات اللي قدامنا في الانستيزيا فارماكولوجي الا ان احنا هنستمتع بكل محطه من محطاتها. فعلا سيمفونيه رائعه جدا. عالم الانستيزيا فارماكولوجي له طبيعه خاصه جدا، غير الجنرال غير الادجوفنت فارماكولوجي. مواضيعه دسمه طويله فيها تفاصيل كتير جدا. هنبدا بالانهيريشنال انستيزيا، وفيها هتتاكد فعلا من الكلام اللي انا بقوله كالعادة، زي ما أنا عملت في شباتر مختلفة من مواد مختلفة أثناء الفيرجن الجديدة من الكورس اللي بدأنا فيها، وهي فيرجن مختلفة جدا عن كل الفيرجنز السابقة. إن أنا بدأت أجيب لك الموضوع الواحد وأشوف التوبكس اللي جواه. أنا عندي العنوان الفلاني وفلاني وفلاني، ممكن يكون في توبكس كبير مثلا زي فارماكوكاينيتكس اوف انهيليشنال، ده يجي تحتها عناوين أصغر وهكذا. هبدأ أعملها لك بالنظام ده في صورة فيديو يغطي التوبكس ده بعينه. فيديوهات بقت أقصر وأمتع، وإن كان عددها أكتر بس مش مشكلة، التوتال ديوريشن بتاع كل فيديوهات الموضوع الواحد هتلاقيه بسيط. الكلام ده اوريدي عملته ونال إعجاب الماجوريتي ما لم يكن كل الناس اللي ادوني رأيهم بفضل الله عز وجل، وكان فوائده عليك انت اكتر، بحيث انه بيشجعك لما تلاقي الفيديو دقايق بسيطة جدا. في بعض الفيديوهات كان 4 دقايق up to 15 او 20 دقيقة، قليل لما رحنا ناحية ال 30 دقيقة، بس الموضوع كان يستاهل ويتقفل كله على بعضه. بس ده الرينج اللي احنا بنتكلم فيه، غير حكاية انه امتع ويشجعك اكتر انك تنجز تروح ده الفيديو ده قصير، ده جميل، هذاكر 14 دقيقة، ده خلصها على طول، يديك احساس بالانجاز. غير كده كمان انك تقدر وانت بتراجع، سواء بتحل جملة MCQ او عيان عندك بتنيمه محتاج تراجع لحاجة معينة، انت معاك المايند سيت المابنج بتاع الموضوع كله، فانت عاوز التوبكس ده بعينيه تقدر تروح له في ثواني بسيطة جدا. بالتالي ده السيستم بتاعنا. طبعا لك ان تتخيل موضوع كبير زي الانهيليشنال، الاي في، الاوبيويد، المصري لاكسنت، اللوكال انستيك، ودي فعلا مواضيع طويله هتلاقيها فيها عدد فيديوهات متقسمه بالشكل ده كتير، لكن بكل هذه المزايا الجميله جدا. تمام جدا. خلينا بقى ندخل في موضوعنا على طول مع عالم الانهيليشنال. وعاوز اقول لك ريجاردنج الانهيليشنال بالذات، مبدئيا انت اصلا هتستمتع جدا وهتنبهر بحاجات انت اول مره تعرفها. الادويه انت كل يوم بتنام بيها، وكالعاده انا بقول كده بفضل الله مفيش فيديو معايا في اي كورس من كورساتي، سواء بقى فاندامنتال كورس بكل مواده بكل فيديوهاته، او الكلينيكال كورس بكل ممالكه الرائعه، الا ما انت بتنبهر وبتطلع بحاجات، سواء بقى في طريقه العرض او في المايند سيت جديدة عليك تماما مهما كنت انت ملم بالموضوع قبل كده، فما بالك لو انت اول مرة هتسمعه. وهذا من فضل ربي في الاول والاخر، رزق ربنا اداهولي فجيت اديهولك زي ما هو عندي بالظبط، الحمد لله رب العالمين. عالم بقى الانهيليشنال اصلا مليان طلاسم لاغلب دكاتره التخدير، وما اقول لك اغلب انا اقصد الكبير والصغير، كبير وصغير في السن، لكن كل الناس كبيره في المقام طبعا. بل بالعكس احيانا بيبقى في بعض النقط بيبقى تروما لاغلبنا، ما كان يجي مثلا السينيور بتاعه يقول له على معلومه وانت كده ببراءه النواب الجناير، فتبدا تقول له طب ليه؟ يقول لك بقول لك ايه، بلاش الاسئله دي، الاسئله دي عيب وحرام، احنا المفروض ما نسالش الكلام ده. الا ان احنا في الكورس ده بنقول اكتر سؤال ليه، وبنجاوب على ليه ديت، حتى لو ما جاش في بالك انا اللي بقول لك عليه، انا اللي بفتح معاك الدهاليز دي، لان انا عاوزك تكون مختلف عن اي حد. مش بس ان انت مختلف عن الناس في الامتحان وهتجيب درجات اعلى منهم، بص امتحانيا اللي معلوماته نص نص وترتيب دماغه اي كلام بس عنده شوية معلومات ممكن يعدي الامتحان بامانة والله العظيم. فممكن واحد تاني ما بيعملش نفس المجهود بتاعك، مش معانا في الكورس، ما عندوش نفس الثروة اللي عندنا بفضل الله عز وجل، ويعدي نفس الامتحان بتاعك. لكن على الاقل وقفتك جنب عيانك
لا، انت هتفرق كتير جدا لانك فاهم in depth and in simple way، وهذا من فضل ربك. خلينا نبدا موضوع الانهيليشن، واوعدك انك مش بس هتستمتع بفضل الله، هنفك طلاسم. لا انت ثبتها في راسك زي ما هي كده وبطلت تسال الاسئله دي ليه، وانا جاي انبشها لك عشان خاطر نستمتع بيها ونفهمها صح، لا موجوده اوريدي في راسك ومحدش جاوبك عليها قبل كده، فاكيد مين اللي هيجاوبك؟ اكيد العبد لله. فبسم الله الرحمن الرحيم، اول سلايد معانا مع الانهيليشن انستيزيا، واول افتتاحيه لعالم الانستيزيا فارماكولوجي. فليتس جو، هنحلق في سماء المتعه، ما تربطش حزام الامان، ارفع سقف توقعاتك الى اقصى درجه ممكنه يا عزيزي. فبسم الله. بدأ ظريفة خفيفة عن عالم الانهيليشن انستيك، كلاسيفيكيشن كده خفيفة. ممكن انت تبقى بتدي العيان فولوتايل ايجنت او بتديله جاز. هتقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ فعملت لك مقارنة في 4 ايتم، وما اجمل النظام. اكزامبل presented in supplied by chemistry. الاكزامبل بتاع الفولوتايل ايجنت دي الغازات اللي احنا بننيم فيها لو موجوده في حاجه اسمها فابورايزر، زي مثلا هالوسان القديم قوي، مش عارف لسه في ناس شغاله بيه ولا لا، واخواته بقى العيله الاحدث اللي هو الايزو والسيفو والكلام ده كله. طيب ان جنرال جازز زي اكسجين، نيترس، اير، لكن لما اقول اناسيتك اكيد هيجي في بالي النيترس. وبالمناسبه صح، موضوع الانهاليشنال انستيزيا في الفارما لا ينفصل في مذاكرته عن الفابورايزر بكل ما فيه في الفيزيكس. انا قلت لك كله علم واحد. يعني انت في لجنه بامتحانك ويجي يسالك فارماكولوجي على الانهاليشن انستيزيا، لكن عادي جدا من نفس السؤال وانت بتجيب سيره الفابورايزيشن يسالك على الاس في بي، الاس في سي، يسالك على حاجات كتير جدا ريجاردنج الفابورايزر بتاعنا. النيترس كغاز كان يعدي على هذه التشامبر الجميله اللي مليانه فيبر من احد الانستيك ايجنت، يقوم يشيلها معاه ويمشي بيها. فيبدو ان الجاز، واشهر جاز بنتكلم عليه هو النيترس كانستيك انهيليشنال، يعتبر الكارير بتاع الفولاتايل ايجنت. تمام. الامثله، هنيجي عند الفولاتايل ايجنت يا جماعه ونبدا نقسمها لكلمه هالوجينيتد، وهالوجينيتد ديت كلمه ثابته في الاثنين، هيدروكربون الكان. يعني ايه؟ يعني مركب فيه هيدروجين اتوم وكربون اتوم، فبيسموها هيدروكربون الكان. والمثال على كده عمنا الهالوسان. بصراحه ذره الكربون دي بتمسك ذره كربون تانية، بعد كده بيحصل تشعبات كتير جدا، لقينا ان المركب ده له مشاكل كتير، فقالوا خلاص نفصل الاثنين كربون دول عن بعض ونحط في النص ما بينهم ذرة او واحدة بس مش 2. فالمركبات الجديدة ديت قالوا عليها تحتوي على المجموعة الجديدة ديت اللي هي الايثر، فقالوا المركبات كلها هنسميها الايثرز، اللي هي عيلة ايزوفلورين، سيبوفلورين، ديسفلورين، انفلورين، ميزكسفلورين، العيلة دي كلها. ويبدو ان فيها فلورين كتير، صح؟ الاسماء ممكن تيجي كده في الام سي كيو. انت مش عليك الكيميكال ستراكشر، لكن عليك اسم العيلة. يعني لو قالك ان الهالوسان من عيلة الهيدروكربون الكان، المفروض تكون عارف حاجه زي كده، لان انت بتجيب اسم العيله الكبير قوي من فوق. لو قال لك ان الايزو او السيفو من عيله الايثرز، المفروض تكون عارف. طب حلو قوي. انا قلت لك قبل كده المعلومات اللي بقولها لك جوه الفيديو لها تارجت على الام سي كيو، عين على الام سي كيو، فعارف انا بقول لك ايه، مفيش معلومه زياده او حشو. قول لي بقى امثله للجاز. اشهر الجازز اللي ممكن استخدمها از انهيليشنال انستيك، يعني ما تقوليش اكسجين واير. كان في حاجة في الماضي بطلنا نستخدمه، السايكلوبروبان، فليمابول، ومشاكل كتير قوي. وفي حاجة في الحاضر بنستخدمها دلوقتي كلنا، النيترس الرائع الجميل. امل في اتشر جاي للزينون، وبعد كده هنكتب اكس اي اول حرفين بس. هو ممكن يجي لي اسئله على الزينون، ايوه، وانا هظبط لك كل حاجه على الزينون باذن الله، او بمعنى صح انا هظبط لك كل حاجه على كل حاجه، تشغلش بالك انت بس افتح الفيديو واستمتع يا عزيزي، وربنا يقويك ويقوينا. الغازات ديت نقدر نلاقيها عند الاتموسفيريك بريشر عادي، يعني عند 1 بار، لكن في غازات تانية ممكن تعمل لك انستيك اكشن بس بهايبر باريك بريشر، يعني اكتر من 1 بار، زي النيتروجين. وده شفناها في موضوع الدايفنج لو فاكر في الفيزيكس، في حكايه ان واحد يغطس ويطلع بسرعه والبريشر يتغير، يروح يعمل سين اس ديبريشن. عشان كده خدوا القصه دي. الارجون، الكريبتون. الكريبتون ده بيفكرك بحاجه؟ ايوه، سوبرمان كان من كوكب كريبتون. بعد ما خلصنا الامثله بريزنتد ان، هتلاقي حاجه زي السيبوفلورين واخواته موجود في بوتل فلويد، ومفروض ان انت بتحطه في جهاز اسمه فابورايزر وبيحوله الى فيبر ويتشال مع الفلو بتاع الجاز اللي هو معدي عليه. طب حاجه زي النيترس هتلاقيها في ازازه؟ لا، موجوده في سلندر. بنديه للعيان ازاي؟ فابورايزر في حاله فولاتايل ايجنت. اما حاله زي النيترس او الزينون بيبقى لهم فلو متر معين عشان يعمل فلو، عشان يشيل الفيبر معاه ويدخل بيه. الكيمستري، بما ان المركبات بتاع الفولاتايل ايجنت فيها كربون، سواء بقى هيدروكربون الكان او ايثر، نقول عليها اورجانيك كومباوند من ناحيه الكيمياء.
بتوع الكيمياء يحبوا يقولوا لو في هيدروكربون يعني هيدروجين وكربون نقول عليه اورجانيك، بس الصح لو كربونيه واحده في المركب تقول عليه اورجانيك. في حين لما نيجي نبص على الغازات دي حاجه زي النيتروس مفيش ولا كربون معانا فبنقول عليه ان اورجانيك. كل ده جمل بتيجي ام سي كيو. حلو، بدايه ظريفه خفيفه كده. نبدا بقى ندخل كلام الاحلى، كل سلايد فيها كلام احلى من اللي قبلها.